السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ يا رب تكون بخير وصحة وعافية سلام. النهارده بإذن الله فيديو جميل وشيق، وبإذن الله تستفاد وتطلع من الفيديو مستفاد بكل حرف أنا بقوله، لأنه مهم جدا. لأن الفيديو عبارة عن معلومات صادمة، يعني معلومات أنت أول مرة هتكون عارفها. وبرضه لو مش مصدق سرش عنها في اليوتيوب أو أي موقع للتواصل الاجتماعي. بإذن الله النهارده هيكون فيديو يعني متين، فاهم؟ يعني المتين بمعنى الكلمه وبمعنى الغمزه اللي انا عملتها من شويه دي. اهم حاجه ما تنساش لايك والاشتراك وان تكون مفعل زر الجرس. تمام، يلا بينا يا جماعه الفيديو، يلا بينا. هل تعلم يا صديقي ان قلبك يضخ حوالي 7000 لترا من الدم في اليوم؟ والله زي ما بكلمك يا صديقي لا تتصدم، لاني انا كنت مصدوم زيك كده، بس لما بحثت عنها او سرشت الصراحه هو موضوع عادي، بس اللي كنت عشان انت لسه مستمع لهذه المعلومه اول مره هتتصدم. بس كثره المعلومات اللي انا هقولها لك هتبقى مخك ده يعني هيبقى زي البالونه كده، بس البالونه بص الكبيره. المهم يعني قلبك بيضخ حوالي 7000 لترا يوميا وانت لا تدرك ذلك. يعني قلبك ده مهم، فاهم؟ يعني مهم في جسمك، عضو في غاية الأهمية. هل تعلم بأن عين الإنسان تميز أكثر من 10 مليون لون؟ والله زي ما بكلمك مش بضحك عليك والله. بص لو مش مصدق سرش في اليوتيوب. عين الانسان بتقدر تميز اكتر من 10 مليون لون. يعني انت لما تنزل الشارع بتطل على السماء تشوف السماء لونها ايه، بتطل على اللبس، لبس صاحبك، لبس اي حد، بتطل على الزرع الاخضر، السماء الزرقاء، اي حاجه انت ماشي فيها بتطل. شوف انت قد ايه العين بتشوف او بتميز قد ايه الوانك. فسبحان الله سبحان الله، يعني هذه العين عضو مهم في الجسم. هل تعلم يا صديقي بأن الإنسان بيجدد جلد كل سنة؟ والله مستغرب منه. هتقول لي يا أبو حميد خلتني زي الأفاعي؟ لا والله، كل حاجة ولها حاجة برضه. وزي الأفاعي بيغيروا جلد أنت بتغير جلد كمان. مصدوم ده ما تصطدمش يا حميد، ما تصطدمش وركز معايا في الفيديو. الإنسان بيفقد 4 كيلو جلد في السنة. هل تعلم يا صديقي بأن عقل الإنسان فيه 86,000 خلية؟ برضه يا ابو حميد، برضه بتزعلني منك يا ابو حميد، والله انت بتزعلني منك برضه، دي معرفتهاش. طب ماشي هديها لك. خلية الانسان في المخ تمام بتتكون من، او قصدي الخلايا جميعا في المخ بتتكون 86,000 خلية في مخك. فشوف كل فكرة انت بتحطها في دماغك من 86,000 خلية. سبحان الله سبحان الله. فكل بيتذكر في جسم الإنسان أو له أهمية وقيمة ويكون في غاية الأهمية. فبإذن الله تكون محافظ على مخك، مش حط فيها حاجات تانية.